سلام الله عليكم أصدقائي. معكم مولات الحيك. اليوم جبت لكم قصة صعيبة شوية، مستوحاة من أحداث حقيقية. خليكم معايا نفكو خيوط هاد الحكاية. أنا مصعب، اسم على مسمى. تيقولوا تربيتي كانت صعيبة فاش كنت صغير، ما كنتش كنسمع الهضرة، وغنكون كنكذب عليكم إلا قلت لكم درت عقلي فاش كبرت. واحد الصباح كنت كنجمع حوايجي حيت بغينا نمشيو ندوزو شي ايامات في الوالديه، انا ومالين الدار. هذا كان اقتراح ديال الوالد ديالي بعد ما نجحت في الباك، زعما بغاني نحيد الستريس ديال الامتحانات ويفرحني شويه. وجدنا راسنا، ولكن قدر الله ان الاتجاه ما يكونش للوالديه. بعد ما جانا اتصال تيقولوا لنا فيه جدي مات، الله يرحمه مسكين، كان الله يعمرها دار. كان راجل طيب وعزيز عليا بزاف. ما تعطلناش، شدينا الطريق للدوار. الدوار اللي كبر فيه الوالد ديالي سميتو دوار الغنادرة، حدا خميس الزمامة. كل شي كان ساكت، طريق كاملة. كنت كنحس بالوالد كيبكي لداخل، ما بغاش يبين راسو من نهار قدامنا. طريق كاملة كنسمعو غير الصوت ديال التليفون، اختي الصغيرة كتفرج في الرسوم. وصلنا لدار جدي، كانت عامرة بالناس. برا دايرين الخزانات كانوا فيهم الرجال، والداخل العيالات. دخلنا للدار كلشي كيبكي وكيغوت، والعيالات كينوحوا. دخلنا انا والوالد ديالي عندو البيت نتوادعوا معاه، تما ما قدرش يزيد يصبر، نهار وبدا كيبكي. هذه اول مره غادي نشوفو كيبكي. جاني الوضع في شكل ما حسيتش براسي، بديت انا كنصبرو. تغسل جدي مسكين، وديناه صلينا عليه ودفناه. رجعنا للدار، الاجواء كانت حزينه. الليل بدا كيهبط، والخزانه عمرات بالطلبه والفقه، كانوا كيقراو القران. مشيت كنقلب على الوالد ديالي يعطيني الكونتاكت نهز شي حاجه من الطوموبيل. لقيتو واقف في الجنان حدا الدار، هو وعمو كيهضروا. قربت حداهم وسمعت: حاول تصبر ولدي، هاد الوقت امك وخوتك محتاجينك توقف معاهم بزاف. واهم حاجه ما تنساش توصي مرتك ولادك ما يقربوش للعوينه، ما يخرجوش بالليل. رد معاهم البال مزيان مزيان. الوالد قال له عارف، قالها بطريقه هو خايف. انا تعجبت، شنو هي هاد العوينه هادي؟ وعلاش الوالد وجهه تبدل وتزير ملي سمع هاد الهضره؟ ولكن انا من مور هادشي اللي سمعت كل شي تبدل في حياتي. دزت الفصل اخر ثقيل، قسم ليا ظهري، ما بقيتش انا هو انا. كل مره كنبغي نسول الوالد شنو هي هاد العوينه هادي، وعلاش كان كيهضر لك عمك عليها بحال هكاك. كنلقاه مغير، ما كنبغيش نزيد معاه الهضره، حيت الا سولته غير نسمع شي حاجه ما تعجبنيش. دوزنا 3 ايام ديال العزا. الجيران والعائله كانوا مكلفين بكل شيء، حيت من العادات ديال الناس الدوار 3 ايام الاولى ديال العائله اللي عندهم الموت ما كيديروا حتى حاجه. اللي فهمت زعما انهم بارك عليهم الحزن اللي عندهم، على ما يتعافاو شويه ما يقيسوا والو، كلشي كيتكلفوا به الجيران والعائله. واحد العشيه بغيت نخرج من الجو ديال الموت والحزن، مشيت عند صاحبي نبيل، هذا ولد الدوار. كنت مره فاش كنجي نلعب انا وياه من صغرنا وحنا معارفين، واخا ما كنجيوش بزاف للدوار. الا جينا كنرجعوا لغد ليه ولا في نفس النهار، حيت الوالد ما كانش كيبغي يخلي القهوه ديالو خاويه. المهم تلاقيت نبيل ومشينا هبطنا للفيلاج، ريحنا مع الدراري شويه حتى قرب يطيح الظلام وطلعنا في حالنا. سيمانه كانت بنفس الريتم، نهار الدار والعائله، والعشيه الفيلاج. حتى لواحد النهار كنت متكي كنتفرج في واحد السيري، وصلني ميساج: الدراري لاعبين ماتش ديال الكره، واش تمشي؟ جاوبت: اه ودوز عندي.
نط لبست حوايجي، جا عندي نبيل ومشينا نلعبوا كورة. الصراحة عطيناهم طريحة. فاش كنا راجعين بدا الظلام شوية كيطيح. واحد في الدراري اللي كانوا معانا قال لينا اش بان لكم الدراري نلعبوا على شي 30 درهم الواحد، هي 210 اللي دخل العوينه يديها دابا. حرك واحد القرعه كانت في يديه وقال بالحق يعمر هاد القرعه من الماء العوينه. حتى واحد ما زعم، كل واحد بدا كيشوف في الاخر وكيضحك، وهذيك الضحكه مخلطه مع الخلعه شويه. انا قلت لهم بلاتي شنو هي العوينه هادي، منين ما درت كنسمعها. جاوبني نبيل قال لي هادي راه عوينه مسكونه. بديت كنضحك، خطفت القرعه من اليد ديال الدري وقلت له يلا ساهله. كلهم حبسوا الضحكه وقال لي نبيل وصاحبي راه مسكونه. قلت له ترجل شويه يا صاحبي، يلا نشوفوا باش مسكونه. قلتها وانا كنستهزأ، ما كنتش عارفه شنو كيتسناني. مشيت الليل في الدوار ماشي عادي، دروبه مضيقين والظلام كيدخل بيناتهم بحال الدخان. السكات، الحاجه الوحيده اللي كنسمع هو الصوت ديال رجلي وانا كنتمشى. كل ما كنقرب للعوينه البرد كيزيد اكثر، حتى وصلت كانت خاويه. الماء كيبان كحل تحت الضو ديال القمره. هبطت نعمر القرعه حتى كنسمع شي صوت. هزيت راسي لقيت جوج ديال الكلاب واقفين في الطريق، سادين عليا الطريق، عينيهم شاعلين في الظلام وسنانهم باينين. بداو كينبحوا، كانوا باغيين يهجموا عليا. كاع ديك الزعامه ديالي تبخرات وركابي خواو، ما عرفتش منين ندوز، وإلا هربت غادي يتبعوني. تخربقت في نفس اللحظه، سمعت صوت من مورايا. شنو كدير انت هنا في هذا الوقت؟ درت، كانت بنت لابسه قفطان بيض وشعرها طايح على كتافها تحت الضو د القمره، حتى هي كتبان زوينه بزاف. قلت لها وانت ليش كديري هنا في هذا الوقت؟ واش ما كتخافيش؟ كنهضر معاها وانا عيني على الكلاب. شويه شدتني من يدي وقالت لي واجي ما تخافش. الغريب ان الكلاب سكتوا مباشره، جلسوا في الارض ما تحركوش. دزنا من حداهم وانا معجب، غير فتناهم مشيت كنجري. سمعتها كتضحك وقالت سميتي شامه، الا بغيتيني غتلقاني هنا في هذا الوقت. رجعت عند الدراري عاودت لهم ما تيقونيش. كلهم قالوا في خطره وما مشيتيش اصلا، فين هي القرعه؟ من داك النهار كنخليهم حتى ينعسوا ونمشي عندها. كتبقى تعاود لي على الدوار والقصص ديالها. كنت مبدله على البنات، حشوميه وظريفه بزاف. واحد الليله تعشينا خليتهم حتى نعس وسلت ومشيت للعوينه، لقيتها جالسه بحال ديما وجلسنا كنتعاودوا انا وياها. هي ساكته وانا كنعاود لها على القرايه وشنو باغي ندير وفاش باغي نكمل، وهي تقاطعني. انت الوحيد اللي ما كتخافش وديما كتجي عندي هنا للعوينه، كيفاش حتى ما كتخافش مني؟ قلت لها وعلاش الناس خاصهم يخافوا منك؟ سكتات شويه وقالت كان في الدوار واحد الدري ديما تابعني، تيقول لي بغيت نتزوج بيك. كان عاجبني ولكن كنت متردده. جات واحد الليله كان فيها عرس في الدوار، والناس ديال الدوار كاع كانوا حاضرين. كانت الغيطه والضحك والزغاريت. كنت لابسه هاد القفطان نيت، شدت داكشي اللي لابسه وراتولي وكملات. كنت جالسه فرحانه مع بنات الدوار، حتى جات عندي بنت صغيره عطاتني ورقه حليتها مكتوب فيها نتلاقى وحده العوينه من هنا ساعه. بغيت نقول لك شي كلام مهم،
هزيت راسي لقيتو واقف بعيد شير ليا بيديه. دماغي ما كانش باغي، ولكن قلبي كان باغي يسمع شنو غيقول. تسنيت حتى تلاها مالي الدار وخرجت غادا وانا فرحانه، كنسمع الدقات ديال قلبي الطريق كلها وانا كنقول شنو بغاني، يمكن بغى يرسي معايا على النهار اللي يجيو فيه لدارنا. وصلت كانت الدنيا خاويه، غير الصوت ديال الماء. شويه بانوا لي 4 ديال الدراري، من بينهم هو. الضحكه اللي كانت في وجهي تجمعات ولات خوف. حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك. قدرت نمشي في حالي، هو يجرني من حوايجي، قال لي اجي راه بغينا غير نهضروا. بديت كنغوت وكنبكي، حتى واحد ما سمع غواتي وحتى واحد ما عتقني. بقيت هكاك حتى تقطع صوتي. هنا شامه سكتات وعينيها عمرو بالدموع، اما انا ما قدرتش نهضر. الصوت ديالي مشى. كملات الغد ليه لقاوني غرقانه في العوينه، عريانه بلا حوايج. سمعت هادشي صدمت. الريح دازت قويه فوق الماء، حست واحد شويه من حداها وانا مخلوع. شفت في وجهها شي حاجه تبدلات، وحتى صوتها تبدل، وليت كتهضر بحقد وغضب. قالت وليت كنعيط لهم بسمياتهم. كل واحد سمع صوتي وجا عندي الغد ليه كيلقاو غرقان كيف ما لقاوني. 3 خلصوا على فعايلهم، ولكن واحد مازال، اللي كان مسؤول على كل شيء. هذاك خليته هو الاخر، حسابي معاه غادي يكون ثقيل. يلا غنسولها شكون. شفت موراها وهي مخلوعه، قالت لي سير دابا هرب. قلت لها مالك؟ جاوبتني مشي عليا الحال، صافي سير قبل ما يتلقاو لك الكلام. مشيت وانا مرفوع، ما عرفتش واش داكشي اللي قالت بصح ولا كتكذب. هادشي اللي قالت لي ما كيدخلش للراس، ولكن الداخل ديالي كاين احساس في شكل حلا بقات فيا، حلا شفقت عليها، شي حاجه بحال هكا. من داك النهار وديك الليله بالضبط، فوقت ما كنمشي للعوينه ما كنلقاهاش، كنلقى الدنيا خاويه. كنمشي كنبدا نعيط تما والو. قلت صافي خصني ننسى، وفعلا نيت كنت كنحاول ننسى. مشيت للمدينه ندوز واحد الكونكور، مالين الدار بقاو في الدوار. كنحاول نرجع لحياتي واخا ما قادرش نخرجها من دماغي. دوزت الكونكور ديالي وساليت، رجعت للدوار. يلا غنوصل لدارتي، لقيت الناس مجموعين حدا الباب، الغوات والبكا. دخلت في داك الزحام، بقيت كنتقاتل حتى شفت الوالده جالسه في الارض وكتبكي. شافتني جات كتجري عندي عنقاتني، كتقول باباك غرق في العوينه. هنا الدنيا دارت بيا، جلست في الارض وشديت راسي. ما بقيت كنسمع حتى شي حاجه، كنسمع حاجه وحده في ودني، مازال واحد. صدمت، بقيت غير كندور عيني وكنشوف في الناس، ما قادر لا نبكي لا ندير حتى شي حركه. حتى جا عندي عم الوالد ديالي الله يرحمه، شدني من يدي ووقفني، قال لي تبت راسك مزيان، وداني معاه. مشينا للسبيطار نشوفوه حيت داوه باش يشرحوه. فاش شفتو الدموع هبطوا ليا من عيني، كان رقبته كلها معضوضه والحموم ممزق. ما قدرتش نزيد نشوفو كتر وخرجت كنجري. من بعد ما بقيتش كنعرف الوقت، ما كنحسش بالوقت كاع، ما كنقدرش نهضر مع الناس. كنفيق بالليل كنسمع الصوت ديال الماء كيجري، كنشوف شامه ديما في المرايه، وكنسمع الصوت ديال الكلاب. ما بقيتش عارف واش دماغي مازال معايا ولا تصديت. ما كنحملش شي واحد يجبد لي السميه ديال الوالد،
حتى هو ما بقيتش حامل صورته طيح ليا في بالي. واخا انا غادي نزيدك واحد شويه في لادوز، ولكن ما تحاولش مره اخرى توقف الدواء منك لراسك. وبغيتك تعرف، هاد الهلوسات اللي كتشوف ماشي بصح، هادو غير مخلفات الصدمه. خود الدواء ديالك في الوقت وحاول ترتاح، والبنت اللي برا غادي تعطيك الموعد جاي. هادي كانت هضره الطبيب النفسي اللي كنتبع معاه، كيقول هاد الشي وهو ما عارفش باللي الوقت كامل اللي كان كيهضر كنت كنشوف شامه جالسه حداه. وهنا اصدقائي غادي نكونوا سالينا القصه ديال اليوم. كنتمنى تكون عجباتكم. نتلاقاو في القصه المقبله. في امان الله.